المنافسة طول عمرها قوية جدا بين بيبسي وكوكاكولا، بس من كام سنة فاتوا كوكاكولا كانت مسيطرة جدا على السوق، وبيبسي بتحاول تلاقي أي حل عشان تعرف ترجع فيه للصورة. وعشان كده قرروا يعملوا حملة إعلانية ضخمة جدا بميزانية كبيرة. الدنيا كلها كانت ماشية بشكل كويس لحد أول يوم من الحملة الإعلانية. واحد من فريق المونتاج بعت أول إعلان في الحملة، بس بعت إعلان غلط، إعلان قديم باللوجو القديم. طبعًا الشركة اتقلبت، اجتماعات شغالة والمديرين في حالة ذعر، وكان أغلب آرائهم لازم نلحق نسحب الإعلان ده فورًا. بس الmarketing manager كان ليه رأي تاني، شاف إن الناس هتحب الإعلان ده لأنهم دايمًا بيميلوا للحنين للماضي، وعشان كده الإعلان ده هيفكرهم بأيام زمان، وطلب منهم إنهم ينزلوا كمان المنتجات باللوجو القديم، وفي الآخر اتفقوا كلهم إنهم هيجازفوا وهيسيبوا الإعلان ده زي ما هو. والنتيجة الناس حبت الإعلان جدًا والمبيعات زادت بشكل ملحوظ أكتر من أي وقت تاني. وفعلًا الذكاء مش إنك ما تغلطش، الذكاء إنك لما تغلط تعرف تحول غلطك ده لمكسب كبير.